لما ولادك يطلبوا منك دانت اعمليه في البيت، دانت شوكولاته ودانت كراميل. الاتنين اسهل من بعض، الاتنين اخدوا معايا ربع ساعه مش اكتر من كده. بس الحليب يبقى مغلي علشان يوفر معاكي في الوقت وتنجزي وتخلصي بسرعه. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت لايك وشير للفيديو. التركه بتاعت الحليب المغلي بتسهل معاكي وبتنجزي بسرعه وبتخلي الطعم احلى. ليه؟ ما اعرفش، يعني انا بعمله هو مغلي طعم، وهو الحليب بيبقى بارد طعم تاني خالص. اشتغلي بقى في كزرولة، في لبان، في حلة، شوفوا انتوا حابين تعملوا قد ايه. انا هعمل هنا 3 كوبايات كراميل، يعني هحط كوبايه ونص حليب. الاول ضفت هنا ربع كوبايه سكر من الكوبايات المعياريه، الربع كوبايه للثلاث كوبايات. لو انتوا حابين تسكروه شويه يبقى هتخليه تلت، نص براحتك، بس تلت يعني ماشي معقول. نص هقول لك لا، يعني هاجي لغايه هنا واقول لك ستوب، خافي على صحتك وخافي على صحه ولادك كتير قوي. المهم كده النار بتاعتنا على الهادي، مش عاليه ومش وسط. ليه؟ علشان السكر ما يتحرقش معاكي. وفي حاجه تاني، انا هنا مستعمله سكر غامق اللي هو السكر بتاع القصب. السكر ده مش سكر ابيض، لا، السكر الابيض اللي هو البنجر عندنا، لا، التاني ده سكر غامق. بعد ما تكرمل واخدت اللون ده هضيف معلقه زبده، معلقه صغيره مش كبيره، مكعب يعني، وهقعد الفه كده بالمضرب مع الكراميل بتاعي. بعدين الحليب عندي بيبقى مغلي، هضيف الاول كوبايه، هضيف كوبايه حليب مغليه. النص بقى التاني هخليه دافي، مش هضيفه مغلي. ليه؟ النص التاني انا هضيف فيه معلقه كبيره ونص نشا، لان انا عامله هنا كوبايه ونص. الكوبايه اللي هي 250 ملي، انا ضفت اول كوبايه اللي هي المغليه، وبعدين هضيف اللي هي نص كوبايه التانية الدافيه. النص هقول تاني عليها معلقه كبيره ونص نشا. المعلقه الكبيره بتبقى مليانه هرميه، دايما حطوها قاعده في دماغكم. اي بودنج هتعمليه، اي مهلبيه، اي حاجه زي الدانت، زي الهلاطليه، اي حاجه زي الحاجات دي، الكوبايه ال 250 ملي بيتضاف لها معلقه مليانه نشا. هنا لاحظوا الكراميل فك معايا بكل سهوله. ليه؟ ما كلكعش بقى ووقف وتلاقيه بقى قاسي وجامد كده، لا، علشان الحليب مغلي. علشان كده بقول لكم الحليب مغلي افضل. دي النص كوبايه اللي فيها النشا ضفناها، بس كده هنقعد نقلب. وهنضيف ظرف فانيليا. خلص الكراميل، اسهل منه مفيش، وبسيط وسهل قوي قوي قوي. كده هنقلبه اول ما يغلي معانا خلاص. بالمناسبه الكاسات اللي انا غرفت فيها كاسات صغيره مش كبيره، ولذلك انا عامله كوبايه ونص. الكاس يعني اخد معايا نص كوبايه مش اكتر من كده. في كاس انا سبته بس كراميل، وفي كاس تاني بدل ما اسيح له شوكولاته واكلف نفسي تاني واكلف الناس اللي بتتفرج، لا، انا عملت ايه؟ بعد ما عملت دانة الشوكولاته حطيت يعني حبه بسيطه كده من فوق دانة شوكولاته، بقى ميكس، بقى دانة كراميل مع دانة شوكولاته. هتشوفوه واحنا بنشتغل. كده خلاص انا هطفي البوتاجاز عندي وهغرفه. لاحظوا هنا ما ينفعش نزود النشا. ليه؟ لو تزودي النشا هتاخدي الدانت بتاعك مقلبز وتخين كده، لا، ما ينفعش. هو المقدار اللي انا بقول لكم عليه للكوبايه حلو قوي. انت هتحسيه هنا خفيف، لا مش خفيف، هو انسيابي. لما بيتحط في التلاجة النشا بتمسك، فما ينفعش تزوديه. في ناس بتزود نشا عن كده، لا، اوعي تزودي النشا عن كده خالص. يعني دي الطريقه دي مظبوطه على الشعرايه. كده خلاص انا غرفتهم. وبعدين هنعمل الدانة الشوكولاته. هنيجي هنا بقى دانة الشوكولاته، انا هعمل كوبايتين حليب، يعني هعمل كام، هعمل نص لتر 500 ملي. هنا انا ضفت معلقه سكر مليانه هرميه برضو من السكر الغامق. السكر الغامق بيحلي اكتر من السكر اللي هو اللي بتاع البنجر التاني. هو احنا مش بمزاجنا، احنا حسب ان اللي بنلاقيه يعني قدامنا متوفر بنجيبه. هنا ضفت انا معلقتين كاكاو كبار. كل كوبايه حليب بتاخد معلقه كبيره كاكاو خام. ويفضل لما تيجي تشتري الكاكاو الخام شم ريحته ودوقي طعمه على لسانك، هتلاقي طعمه زي الشوكولاته الدارك. لكن لو لقيت الكاكاو لونه داخل على مسود شويه كده اسود، اوعي تشتريه، بيبقى مر جدا جدا ويقرف، اوعي. يعني نصيحة، الكاكاو غالي مش رخيص. الكاكاو دلوقتي سعره عدى ال 200 جنيه، فلما تيجي تشتري يعني خليك عارفة ريحته بتبقى شوكولاتة والله. فيفضل اشتري نوعية نظيفة. وللعلم في نوع تاني مغشوش بتلاقيه طعمه مش حلو، ما فيهوش طعم كاكاو، وبرضه بيبيعوه غالي بنفس السعر. فوانت بتشتري ركزي. هنجيب هنا يعني قطعة شوكولاتة حتة صغيرة، ما تجيش، بصوا، ما تجيش 2 سنتي، مش شوكولاتة مطبخ عادية خام. قطعتها وضفتها عليهم. انا كنت حاطة هنا كوباية حليب، ضفت كوباية تاني عليهم. كده هنضيف بعدين معلقتين كبار نشا.
انا مش هزود تاني كاكاو. ليه؟ اللون كده عاجبني. بعد ما تغلي لونها هيغمق تاني، لان انا ضايفه هنا شوكولاته. الشوكولاته اختياري، حابه تضيفي ضيفي، وعلى فكره ممكن تضيفي اي نوع شوكولاته متوفر عندك. حابه تضيفي كمان لو انت حابه تضيفي هنا معلقه نشا ومعلقه كاستر برضو شغال، ما فيش اي مشكله. حابه تضيفي معلقتين كاستر زي الفل، هتاخدي طعم تاني بقى، هتاخدي طعم احلى من النشا. انا بقول لكم اللي يتعمل ده او ده. وضفنا هنا برضو الظرف او الباكت الصغير بتاع الفانيليا بس، وهنقلبه لغايه لما يغلي معاكي. اول ما يغلي هتلاقي القوام تقل كده معاكي شويه وبقى كريمي تمام كده زي الفل. شايفين القوام ناعم وكريمي. اطفي البوتاجاز واغرفيه. هنزينه بايه بقى؟ بابسط طريقه. هنزين بفورماسيل، اللي حابب يزين بشوكولاته شيبس تمام، اللي حابب يزين بكريم شانتيه تمام. بس انا مش هكلف حد ونقعد نخلط كريم شانتيه بقى ونحط من فوق روزيتات، لا لا مش هنعمل ده كله. هو اسهل حاجه وارخص حاجه يعتبر الفورماسيل بس كده، او اي شكل فورماسيل موجود عندك. في اشكال كتير قوي، بس انا بحب شكل الشوكولاته اللي هو الطويل ده، بيبقى شكله شيك بصراحه في التزيين، افضل من الملون. الملون لما بتحطيه بينزل لون، ولذلك يفضل الشوكولاته لما تيجي تشتري احسن. انا جربت حاجات كتير قوي. او في حاجات تاني على فكره بعد ما يبرد، في سبرينجل بره شكل نجوم وقلوب برضو ده حلو قوي. في منه الوان، بس انا بفضل لما بشتري، كنت بشتري الوان بس بفضل الابيض. بحاول ابعد شويه عن الالوان علشان الالوان اغلبها بيبقى فيها مواد كتير، بس مش فاكره ايه، معرفش 32 وايه معرفش كام. الحاجات دي كلها بتبقى فيها مواد مسرطنه، فانا بحاول ابعد بقدر الامكان عن الحاجات الملونه. كده خلاص انا خلصت تمام كده. عملوا معايا خمسة من الكاسات الصغيره دي. هضيف هنا بقى الفورماسيل اللي قلت لكم عليه، بس ده افضل نوعيه فورماسيل. ولما تيجي تشتريه على فكره، الفورماسيل ده فيه فورماسيل مضروب وفيه اصلي. الاصلي الحبايه بتاعته بتبقى رفيعه، المضروب الحبايه بتاعته بتبقى تخينه وناشفه. اضغط عليها عمرها ما هتتكسر معاكي، وللعلم بتوجع السنان. فلما تجيبيه برضو راعي، وبتبقى الحبايه رفيعه. انا قلت قبل كده في كذا فيديو عن الفورماسيل ده. بس كده هنزينه وبعدين هندخله التلاجة. وقت ما نيجي نقدمه هتطلعيه من التلاجة، تحطيه على طبق كده بتاع تقديم ومع المعلقة بتاعته وبس كده. حاجة حلوة وبسيطة وسهلة. واحتفظوا بالوصفة رمضان، هتعجب ولادكم. رمضان وغير رمضان اعملوها. واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب. وبس كده.